السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة متخصصة للوصفات الطبيعية وشهيوات متنوعة بسيطة وناجحة. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم ماسك لتبييض الوجه من الاستعمال الأول. بالنسبة اللي كيشاهد الفيديو لأول مرة من القناة ديالي، نتمنى أنكم تدعموني بالاشتراك في القناة وعمل جيم للفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. على بركة الله نقدم لكم مقادير. بالنسبة لهذا الماسك غادي نحتاجو لواحد جبن مربع كيري، وغادي نحتاجو ملعقة صغيرة من الياغورت طبيعي اولا ملعقة من الزبادي، وملعقة صغيرة من حليب مجفف. انا استعملت حليب نيدو. بالنسبه للطريقه غادي نمزج هاد المكونات كامله مع بعضياتها ونكمل معكم الطريقه. بعد ما مزجت المكونات حصلت على مزيج بهذا الشكل. بالنسبه للطريقه كنوضعوا هذا الماسك على الوجه لمده ربع ساعه، ومن بعد كنقوموا بغسله بالماء الدافئ، ومن بعد كندهنوا بشي كريم مرطب. هذا الماسك كيساعد في تفتيح لون البشره، وكينفع بزاف بالنسبه للبشره الجافه، وكيعطيها واحد البياض ولا معان، كتولي البشره رائعه. نتمنى انكم تجربوه، ونتمنى اللي كيشاهد الفيديو لاول مره في القناه ديالي دعموني بالاشتراك في القناه. وشكرا لكم، الى وصفه اخرى ان شاء الله.